هاي جايز، اهلا بكم على قناة سمر تايم. حابة بس اشارك معاكم لحظة حاسمة، حاجة هتحصل دلوقتي. قررت ان انا اعمل حواوشي في البيت. انا مش فاكرة اخر مرة اكلت حواوشي في مصر كانت امتى بصراحة. بس قررت ان انا اعمله، لان انا هنا هو عامله كمان كفته الحاتي، دي حاجه افظع طبعا. كفته اللي هي بتبقى مشويه على الفحم، انا ما شويتهاش على الفحم، انا عملتها في الفرن. بس حطيت فيها فحمايه يعني سخنه، فبتدي لها الطعم اللي هي كانها معموله على الفحم بالظبط. بس فضل شويه لحمه كده صغننين، ما عرفتش احطهم في السيخ واحطهم في الفرن، فرحت قررت ان انا اعمل حواوشي. ومش عارفه شكله هيبقى ايه، فقررت ان انا افتح كده معاكم واكتشف اذا كانت التجربه نجحت ولا لا. انا بصراحه يعني ما اعرفش الحواوشي بيتعمل ازاي، بس انا فاكره ان احنا لما كنا بنشتريه في مصر كان تملي يجي في ورقه فويل كده وبتبقى محروقه من بره. اوه اوه، لا شكله كده هيطلع حواوشي جامد بجد. شكله حواوشي ومقرمش من بره. واو، لا بجد تجربه تصدقوا نجحت. طبعا انا مغرقاه في زيت زيتون، لان احنا عندنا هنا اهوت اللحمه مش بتيجي اللي هي اللحمه بقى الضاني اللي بتبقى فيها الدهون بتاعتها ديت، فانا اضطريت ان انا احط زيت زيتون كتير عشان يديني الاحساس بتاع الدهون اللي بتبقى نازله دي. كمان هو سخن، فانا مش عارفه اطلعه من الورقه، سخن جدا. اوه، واللحمه تقريبا استوت. انا حطيت اللحمه نيه من جوه، انا ما اعرفش الحواوشي بيتعمل المفروض اللحمه تبقى مستويه وبعدين يتحط ولا لا، بس انا حطيت اللحمه نيه، فانا شايفه هنا انها استوت والعيش مقرمش. واو، طب التجربه نجحت. انا هاكل معاه بقى سلطه زبادي، حاطه فيها شويه شطه كده عشان تبقى زوب الوحوحه. وبس حبيت اشارك معاكم التجربه الرهيبه ديت، كفته على الفحم مصري وحواوشي مصري. فاتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وانا الاكله عجباني بصراحه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.